بيبدأ المسلسل مع بطلتنا عائشة وبيكون يوم فرح وبتكون مبسوطة جدا وحواليها أهلها كلهم وفرحانين بيها لأنها أخيرا اتجوزت من شخص بتحبه. لكن فجأة بتصحى عائشة من النوم على صوت أخوها اللي اتضايق من صوت المنبه بتاعها، وبيطلع إن ده كله كان حلم سعيد مش أكتر. وبنشوف أخوها أركوت وأخوها رضا كمان وبيتلموا مع مامتهم على السفرة، وبنعرف إن أخوها رضا متجوز من واحدة اسمها نظيمة وإنه عنده بنت صغيرة واللي بيكون اسمها بوسي. بتطلع عائشة بقى من أوضتها بعد ما بتكون جهزت علشان تنزل شغلها، لكن إخواتها مش بيعجبهم لبسها لأنه ضيق قوي وبيقولوا لها تدخل تغير. لكن عائشه بتتضايق بس بتدخل تغير عشان ما تتاخرش. وبنروح لمكان شغل عائشه بقى واللي بتكون شغاله في مصنع تابع لشركه ازياء معروفه جدا، وصاحب الشركه يبقى صاحب باباها من زمان وهو اللي شغالها عنده لانه يعرف باباها. محسن بيه بقى صاحب الشركه اتجوز واحده بس للاسف ماتت بعد ما خلف منها ابنه الكبير صمد اللي بيكون متجوز غوليا بنت راجل اعمال مهم جدا. وبعدها محسن بيه اتجوز واحده تانية اسمها يلدا وخلف منها ابنه كرم. وبنروح للشركه وبيكون محسن بيه عامل لقاء صحفي بيتكلموا فيه عن الشركه، ولما بيدور بعينيه على كرم مش بيلاقيه، فبيروح على مكتب صاحب كرم واللي بيكون اسمه فولكان وبيأمره يتصل بكرم ويشوفه فين ويجي حالا. وعند كرم بقى بنلاقيه كان نايم ومعاه بنت وبنعرف انه بتاع بنات. ولما بيتصل بيه صاحبه وبيعرفه ان ابوه قالب عليه الدنيا وعايزه، بيقوم كرم جري علشان يلحق يروح الورشه. وفعلا بيوصل كرم الورشه في وقت قياسي وبيبدأ يتكلم مع المذيعه، لكن بيحصل حاجه غير متوقعه فجأة وبيسمع بكل صوت جامد من تحت الشركه وواحده عماله تصوت وتزعق. ولما بيخرجوا يشوفوا فيه ايه بيتصدم كرم لما بيلاقيها البنت اللي كان لسه معاها دلوقتي، وبيجي باباه وبيعرف اللي ابنه عمله، والكل بيتصدم من عمايل كرم. وطبعا كل ده بيكون في وجود الصحافه، وللاسف كمان هم كده اتفضحوا قدام الشركه والموظفين وكمان الصحافه والمصورين. بينتقل بقى المشهد في الحي اللي عايشه فيه عائشه وبنلاقي قدير اللي بيكون اغنى واحد في الحي وبيكون بيرتب حساباته، وبيدخل عليه ابنه صبري وبيقول له ان حابب ان هم يروحوا يطلبوا ايد عائشه. لكن قدير بيزعله وبيقول له ان اخوها لسه ضاربه ما كملش من يومين، فايه بقى ما عندكش دم ولا ايه، وانه مش هيروح يطلبها. ولما صبري بيفقد الامل من ابوه بيقوم يروح البلكونه علشان يرمي نفسه، وبتقعد امه تصوت وتقول له يرجع، لكن صبري بيقول انه لما اتجوزش عائشه هينتحر، فابوه بيقرر ان هو يوافق. بنرجع بقى للورشه وبنلاقي محسن بيه قاعد مع البنت في مكتبه وبيعرف منها كل حاجه، والبنت بتقول له انها كانت ضحيه ووقعت في حب ابنه للاسف، فبيقول لها انه هيتصرف وبيطلب من ابنه الكبير انه يخلي حد يوصلها. بعدها بقى بيدخل كرم المكتب لابوه اللي بيفضل يزعله لدرجه ان الموظفين كلهم بيسمعوه. وبتكون عائشه في الوقت ده بتتكلم مع صاحبتها وبتقول انه يستاهل علشان يتربى شويه وانه يبطل لعب بمشاعر البنات. وفي الوقت ده بيكون كرم طالع من اوضه باباه وبتكون عائشه معديه، فبيعجب بيها وبيحاول ان هو يكلمها لكن هي بتصده وبتقول له يبعد عنها. وبيطلع ابوه من المكتب بعد ما بيشوفه وبيقول له انه كله الا عائشه لانها امانه عنده. في الحي بقى بيكون اخوات عائشه قاعدين في القهوه بتاعتهم وبيجي قدير وبيقول لهم ان حصل بينهم خلافات كتير قبل كده، لكن هو حابب ان هم ينسوا كل ده وانه طالب ايد عائشه لابنه صبري. فبيقول له رضا انه يديله فرصه يسال مامته واخته عن رايهم بعدين يرد عليه. ولما بيمشي قدير بيقول اركوت لرضا ان هم لسه هيفكروا ولا ايه، المفروض يوافقوا على طول لان قدير اغنى واحد في الحي وان الاكيد ان مستواهم هيتحسن جدا لو عائشه اتجوزته. وبيكون اركوت شايف ان العرض ده ما ينفعش يترفض ابدا وبيحاول انه يقنع اخوه بكده. اما بقى لما بنروح لعائشه بنلاقيها بتاكل في مطعم مع حبيبها واللي بيكون اسمه بيرك ده بقى بيكون طالب في كليه الطب وبيحب عائشه جدا، وبيقول لها انه زهق من كتر ما بيتقابلوا في استراحه الشغل. فبترد عائشه انهم متفقين سوا يستنوا الوقت المناسب علشان يتخطبوا وانها معرفاه ظروفها من يوم ما عرفته. وبعدها بقى بيقوم بيرك مع عائشه علشان يوصلها لشغلها التاني. وعند كرم بيبقى قاعد مع صمد وابوهم بياكلوا سوا، وكرم بيكون على اخره لانه مش مبسوط بالقعده دي خالص، فبيقول لابوه انه لو حابب يقوم ممكن يقوم عادي. وطبعا كرم ما بيصدق. ولما بيخرج بيلاقي عائشه نازله من عربيه بيرك فبيقعد يضحك، ولما بتساله بتضحك على ايه بيقول لها ان عربيته اغلى بكتير من العربيه اللي هي ركبها دي. فبتقول له عائشه يبعد عنها والا هتعرف باباه بكل حاجه وان البادي اظلم، وبتسيبه وبتمشي. اخر اليوم بقى بيكون كرم وفولكان بيظبطوا اللبس على العارضات وبيقيموه، وبيجي محسن والعيله كلها. وبعد شويه بيجي لكرم رساله من البنت اللي كان معاها الصبح وبتقول له انها قررت تنتحر لانها اتفضحت في كل حته. فبيجري كرم وفولكان على بيتها. بننتقل بقى للمشهد لبيت عائشه وبنلاقيها قاعده مع عيلتها وبيعرفوها عن كل حاجه حصلت وان صبري عايز يتجوزها، لكن عائشه بترفض طبعا. فبيقول لها اركوت انها كانت دايما بتبقى واقفه مع صبري، وبيفكر اخوه رضا بكل ده، فبتقول ان هو اللي كان دايما بيجري وراها. بيقوم اخوها بقى يحاول يضربها لكن بيبعدوهم عن بعض بسرعه، وبتاخدها مراته لاوضتها بسرعه وبيقول لها رضا انها تتجوزه غصب عنها. وعند كرم وفولكان بيوصلوا لبيت البنت وبيلاقوها مغمى عليها واخده علبه برشام كامله، فبيجروا بيها على المستشفى. وفي المستشفى بيكون كرم قلقان جدا وبيقول لفولكان انه بيتمنى بس انها تقوم بالسلامه وهو يبعد عن كل حاجه وانه مش هيكسر قلب اي بنت تانيه. وفعلا بيطلع الدكتور وبيطمنهم انها بقت بخير الحمد لله. وتاني يوم الصبح بيصحى كرم بدري علشان يروح الشغل قبل الكل لانه قرر انه فعلا يتغير. وعائشه بتجهز علشان تنزل برضه لكن رضا بيوقفها وبيقول لها تروح لكن علشان تستقيل. فبتزعل عائشه لانهم بيتحكموا في حياتها
بزياده، من اول الكليه اللي كانت نفسها تدخلها لحد شغلها وجوازها كمان. وعند قدير بيوصل رضا وبيقول له انهم موافقين على صبري وانهم يحددوا ميعاد علشان يجوا يطلبوها. واول ما بتوصل عائشه الشغل بتعرف صحابها كلها بكل اللي حصل، وبتقول لها كونجا صاحبتها انها لازم تهرب من البيت، بس زينه بتعترض وبتقول لها تحكي لبيرك وان هو الوحيد اللي ممكن يظبط الموضوع. وبعدها بيجي رئيسهم وبيديها باقي مرتبها. وبعد شويه بتقرر عائشه انها تروح تعرف محسن بيه انها تستقيل، ولما بتروح مكتبه بتلاقي كرم فمش بتقدر تقول له حاجه. ولما بتخرج من عنده بتقابل محسن بيه فبتقول له انها تستقيل، لكن هو بيزعل جدا وبيحاول انه يساعدها وبيقول لها انه في اي وقت مكانها موجود. وبيدخل لابنه كرم من بعدها وبيشك ان هو السبب، لكن كرم بيقول له انه ما عملش اي حاجه وانه ما يعرفش سابت الشغل ليه اساسا. بنروح بقى لعائشه وبرك، وبتكون عائشه قالت له كل حاجه حصلت، فبيقول لها برك انه مش هيسيبها وانه هيروح ويفتح باباه في موضوعهم وانها ما تخافش. وفعلا بيروح برك، لكن لما بيتكلم مع باباه بيزعله وبيقول له انه مستحيل يوافق على الجوازه دي لان عائشه مش من مستواهم ابدا وانه مستحيل يوافقوا. وعند عائشه بتروح البيت وبتعرف ان صبري جاي مع اهله النهارده، فبتتخانق معاهم لان دي حياتها هي وبتقعد تعيط، ومامتها بتقعد تواسيها لانها بتكون عارفه حكايه برك. وبعد شويه تليفون عائشه بيرن، ولما بترد بتلاقيه كرم، فبتستغرب جدا وبتساله بيتصل بيها ليه، فبيقول لها انه بس عايز يعرف سابت الشغل ليه وانه مستنيها تحت بيتها. فبتجري عائشه تخرج له وبتقول له انها ما سابتش الشغل بسببه وانه في شويه مشاكل عائليه مش اكتر. وفي الوقت ده بيكون ميعاد رجوع رضا للبيت، فبتتصل نظيمه بجوزها علشان تعطله، وبعدها بتطلع تنادي عائشه وبيدخلوا. واما عند بيرك بقى بيقرر يروح لكونجا صاحبه عائشه علشان تفكر معاه وتساعده، بس كونجا بتقول له ان مفيش حد مظلوم ولا صعبان عليها في كل ده غيره، لان من ناحيه باباه بيضغط عليه ومن الناحيه التانيه عائشه وانها مش مقدراه. وفي بيت عائشه بقى بيوصل صبري وعيلته وبتدخل مامتها عليها الاوضه وبتلاقيها بتعيط، وفجاه بيجي لها رساله من بيرك انه اسف وانه مش مستعد دلوقتي وانه مش هيقدر يجي لها. فبتعيط عائشه اكتر وبتواسيها مامتها، ولما بتيجي مامتها تخرج بتقول لها انه هي صغيره كانت دايما لو مفيش حاجه عجبتها بتهرب من البيت. بعد شويه بقى بتلبس عائشه وبتطلع من اوضتها وبتدخل تعمل القهوه، ولما بتتاخر وبيدخلوا يشوفوها بيلاقوا الشباك مفتوح فبيعرفوا انها هربت، بس بيلاقوا موبايلها. بتفضل عائشه بقى تجري في الشارع لحد ما بتوصل بيت كونجا اللي اول ما بتفتح لها بتتصدم، ولما بتدخل عائشه بتشوف بيرك جوه وبتفهم ان في حاجه بينهم، فبتجري لبره وبيخرج بيرك يجري وراها لكن مش بيلحقها. وعند عيله كرم بيكونوا قاعدين ياكلوا سوا وبيكون معاهم جايده صاحبته، وبتكون شغاله معاهم في الشركه وصاحبته من الطفوله واللي بتكون بتحبه جدا من زمان، لكن هو بيكون مش شايفها اصلا عكس مامته اللي بتكون بتحبها جدا. وبعد شويه بيظهر كرم فبيقول لهم انه عنده شغل مهم وهيروح المصنع. عند عيله عائشه بقى بيلاقوا على موبايلها رقم كرم وبيتصلوا بيه، لكن هو مش بيعرف الرقم وبيعمل بلوك. ولما بيدخل الشركه بيلاقي عائشه هناك وبيفكرها رجعت الشغل وجايه تعمل حاجه، لكن بيحس بحاجه غريبه بسبب عياطها وهي بتحكي له على كل اللي حصل. وعند اخوات عائشه بيعرفوا من نظيمه ان كرم بيبقى ابن صاحب الشركه، فبيقرروا ان هم يروحوا يطربقوا الشركه على دماغه لانهم مفكرين انها هربت معاه. وهما ماشيين كمان بيتصلوا بمحسن بيه وبيعرفوه على كل حاجه. بيوصل الكل تحت الشركه وبيكون رضا هيحرقها، لكن بيجي محسن بيه وبيحاول ان هو يهديه ويعرفه ان عائشه مش مع كرم، وبينادي على كرم علشان يقول لهم الحقيقه. بيطمن كرم عائشه وبيقول لها تحكي لاخواتها كل حاجه وانه هيقف جنبها ويساعدها. بعدها بيطلع كرم للشباك وبيقول لهم ان عائشه معاه، وبتطلع عائشه وبتقول لهم ان هي وكرم بيحبوا بعض، فبيغمى على كرم من الصدمه. ولما بيصحى بيحس ان باباه خلص الموضوع فبيفرح، لكن وهم راجعين البيت بيعرف من باباه انه هيتجوز عائشه فبيتصدم. واول ما بيوصلوا والعيله كلها بتعرف بترفض مامه كرم عائشه، وكرم بيقول انها كدابه، لكن باباه بيقول له انه مش مصدقه. تاني يوم بيلاقي كرم كل حساباته اتوقفت حتى العربيه بتاعته ابوه سحبها منه. ولما بيروح الشركه بيكون برضه مانع دخوله، لكن مامته بتزعق مع ابوه وبتقول له ان ابنه وان كده كتير. فبيدخلوا محسن الشركه وبيروحوا على المكتب وبيحكي كرم لباباه كل حاجه، لكن برضه باباه مش بيصدقه. بعد كده بيقرر كرم انه يروح يتكلم مع عائشه، لكن لما بيروحوا وبيفضلوا يتكلموا شويه بتقول له عائشه ان هم يتجوزوا فتره قصيره بحيث انها تقدم في الكليه وان ده عقابه علشان كان بيلعب بالبنات. وفجاه بيوصل رضا البيت وبيعرف ان كرم في اوضه عائشه وبيكون هيموته، لكن كرم بيقول له انه جاي علشان يحدد ميعاد يجوا فيه يطلبوا ايديها. وتاني يوم بتروح مامة كرم وكرم مع اهل عائشه يجيبوا فستان الخطوبه، وبتكون مامته مش طايقاهم. وبعد شويه بيروح كرم لباباه في المكتب وبيقول محسن لكرم انه قرر يتقاعد ويسيب كل حاجه ليه، وطبعا مش هو لوحده لكن هو اخوه، وده كله مش هيحصل غير لما يتجوز عائشه. بيروح كرم يحكي لفولكان اللي بيقول له انه لازم فعلا يتجوز عائشه وانه هيساعده يعدي ال6 شهور دول. وبيجي يوم خطوبه عائشه وكرم، واثناء ما بيكونوا بيلبسوا الدبل بيجي صبري وبيقعد ينادي ويزعق بصوت عالي على عائشه، وبيخرج رضا واخوه والعيله كلهم وراه، وبيقول رضا لمحسن بيه انه كان طالب ايد عائشه، فبيفهموا الموضوع ولسه هيدخلوا. بيجي برك وبيقول انه حبيب عائشه، وبيتخانق معاه صبري
وبينزل كرم كمان يتخانق معاهم، وبتيجي الشرطه بعدها وبيأمروا الكل يروحوا على بيوتهم. في بيت كرم بقى بيتكلم ابوه مع عمه اللي بتكون مش موافقه بسبب الفضيحه اللي حصلت، لكن محسن بيكون مصمم ان عائشه بنت جميله وهيجوزها لابنه. وفي بيت عائشه بيقعد معاها كرم وبيسالها عن بيرك، وهي بتقول له انه كان بيجري وراها لكن هي كانت بتصده، لكن اخوها مش بيصدقها وبيقول لها انها تتجوز وما يشوفش وشها بعد كده. فبتقعد عائشه تعيط. وتاني يوم بيتقابلوا كرم وعائشه ومعاهم فولكان، وبتقول عائشه انها عايزه تنهي كل حاجه، بس كرم وفولكان بيقنعوها يكملوا، وبيقولوا انهم لازم يعملوا خطه علشان اهلهم يصدقوا ان هم كانوا بيحبوا بعض وان بيرك كذاب. وفعلا هي بتقابل باباه وهو بيقابل اخوها وبيقنعوهم ان بيرك هو اللي كان بيجري وراها. وعند بيرك بتروح له جايده في كافيه وبتقول له يساعدها يخربوا الجوازه، فبيقول لها روحي الكونجا. بعد كده بنشوف كرم وعائشه بيروحوا لرضا علشان يحكوا له قصه حبهم وهو بيصدقهم، وبعدها بيروحوا لمحسن بيه كمان وبيصدقهم وبيقرروا يعملوا فرح بسرعه. وبعد شويه بيكون كرم وعائشه قاعدين في مطعم وبتقوم عائشه تجيب حاجه. في الوقت ده بيتكلم كرم فولكان وبتيجي عائشه وبتسمعه، وبتعرف انه مش بيساعدها علشانها وانه بس عايز الشركه مش اكتر، فبتزعله لانه كان بيستغلها. وعند جايده بتروح لكونجا وبتقول لها انها عايزه مساعدتها علشان تخرب الجوازه وفي المقابل هتشغلها في الشركه وظيفه كويسه، لكن كونجا بترفض تساعدها وبتروح تحكي لعائشه كل حاجه، وبتكون عايزه يرجعوا اصحاب تاني بس عائشه بترفض. يوم الفرح بقى بيروح كرم ياخد عائشه من بيتها لفيلته اللي الفرح معمول فيها، ولما بيوصلوا وبيطلعوا الاوضه علشان يرتاحوا على ما الفرح يبدا بتيجي جايده واللي بيكون معاها صور لبيرك وعائشه، وبيكون بيرك هو اللي اداهم لها، لكن كرم بيقول لها انه مش همه اي حاجه وانه بيحب عائشه وهيتجوزها. وفعلا ده اللي بيحصل والفرح بيتم. وبعد كام يوم بياخد كرم عائشه وبيوصلها لحد الجامعه علشان تقدم ورقها، وبيقول لها انه يستناها لحد ما تخرج، لكن لما بتخرج عائشه وبتلاقيه عمال يبص على البنات بتزعق معاه. وبيروحوا الشركه وبيرن موبايل عائشه، ولما بترد بتكون مامتها وبتكون عايزاهم تيجي هي وكرم يتغدوا معاهم. وبيجي بعدها محسن بيه وبياخد عائشه لمكتبه وبيقول لها انها تشتغل معاهم في الشركه في قسم الرد على العملاء. وفي اخر اليوم بيروح كرم وعائشه لبيت عائشه وبيقعدوا ياكلوا معاهم، وكمان بيباتوا اليوم ده عند اهلها. ولما بيجي الليل وبتنام عائشه بيكون كرم متفق مع فولكان علشان يخرجوا سوا، وفعلا بيجي بالليل فولكان وبيخرج له كرم، وفي طريقهم بيشوفوا واحده هتولد فبيروحوا يوصلوها للدايه اللي هتولدها. وفي نفس الوقت بيتصل جوز الست دي واللي بيكون كان في الشغل برضا، وبيقول له يقوم ياخد مراته للمستشفى لان النهارده يوم ولادتها وهو مش عارف يوصل لها. فبيقوم رضا يخبط على عائشه اللي بترتبك لان جوزها مش في الاوضه، وبتقول لاخواتها انه راح شغل مهم. ولما بيخرجوا كلهم بيلاقوا كرم مع اهل الحي وبيعرفوا اللي حصل، فالكل بيبقى فخور بيه جدا. اما باقي تاني يوم في الشركه بيكون حصل مشكله كبيره بسبب ان عائشه ردت على واحده من العملاء بقله ذوق، وبتنفي عائشه ان ده حصل لكن مفيش حد بيصدقها. وبتروح عائشه تقول لكرم وفولكان انها ما عملتش كده، فبيقرروا يعرفوا مين اللي عمل كده. وفعلا بيوصلوا لان في الوقت اللي اتبعتت الرساله فيها كانت عائشه مع كرم، وبنعرف ان جايده هي اللي عملت كده لكن بتلبسها لموظف تاني علشان محدش يعرف ان هي اللي عملتها. وبعد شويه بتروح جايده تقابل بيرك وبتقول له انها عايزاه يساعدها، لكن هو بيرفض وبيقول لها ان عائشه تستاهل تكون سعيده وبيسيبها وبيمشي. وفي يوم بقى بعد ما بيخلص صمد اخو كرم شغله في الورشه بتطلع وراه كونجا وبتقول له انها حابه تشتغل معاهم في الشركه وبتديله السي في بتاعها. وتاني يوم بيتصل بيرك بعائشه وبيقول لها انها لو ما نزلتش تقابله هيجي لها الشركه دلوقتي. وفعلا بتنزل عائشه علشان تقول له يبعد عنها، لكن هو بيعرفها انه بس كان حابب يعتذر لها عن كل حاجه هو عملها زعلتها، وانه اسف عن اي ضرر حصل لها. وبالليل بقى بتكون عائشه قاعده مع عائله كرم وشويه وبيجي كرم من بره، وفجاه بيلاقوا خبر على التلفزيون وبيشوفوا صور كرم وبيتقال انه بيخون مراته من اول يوم، وبيفضل ابوه يزعق معاه كتير. وفي بيت عائشه بيكونوا شايفين الخبر برده ورضا بيتعصب جدا بسبب الخبر ده. وفي عز العصبيه دي بقى بيقول المذيع ان مش بس كرم بيخون عائشه، لا ده كمان هي راحت وقابلت حبيبها القديم، وبيجي صوره عائشه ومعاها بيرك، والكل بيتصدم من اللي بيشوفوه. وهنا بيخلص الجزء الاول من مسلسلنا. اشوفكم ان شاء الله في مسلسل جديد. سلام.